مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هننسى القطايف والكنافه شويه، وهنبدا نعمل حلويات سهله وسريعه كده وبسيطه، وما تاخدش كمان معانا وقت ووقفه في المطبخ، علشان الواحد صايم اصلا ومش قادر ان هو يقف كتير في المطبخ. بصوا، حاجه سهله وبسيطه جدا جدا ومش مكلفه نهائي. مش مكلفه بمعنى كلمه مش مكلفه، وشكلها في الاخر روعه وتشرفك. تعالوا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. بس لو اول مره بتشوفوا قناتي يا ريت ما تنسوش لايك واشتراك للقناه، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا بعمله. وما تنسوش لايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم اللي بتفرحني جدا. اول حاجه هنسمي الله وهنبدا نعمل الشربات او السيرب بتاعنا، وانا عملته معاكم قبل كده كذا مره فما حبيتش ان انا اطول الفيديو. حطيته في حله كده وسبته يبرد على جنب. طبعا هما كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وعليهم ذرة بسيطة من ملح الليمون او نص ليمونة. وهبدأ ان انا اركنهم على جنب يبردوا. بعد كده هجيب لفة جلاش، ويا ريت يا ريت تكون طازة، وهنبدأ نلفها لف كده مضغوط، يعني وانت بتلفيها اضغطي. وهنبدأ كده نقطعها. لازم سكينة تكون كويسة حامية كده علشان ما تتبهدلش معاكي يعني. صباعين كده، صباعين هتبدأي تقطعي، علشان بس تحاولي على قد ما تقدري يبقوا قد بعض. قطعتها كلها زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اجيب صينية الكب كيك او الورق بتاع الكب كيك. يعني لو ما عندكيش ده عادي، مفيش اي مشكلة، اشتغلي عادي اي حاجة اللي موجود عندك متوفر اعمليه. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريكم ورق الكب كيك. انا اتبقى معايا برضو واحدتين، بدأت ان انا احطهم في ورق الكب كيك. طبعا انا مشغله الفرن على درجه 180، درجه حراره 180. دلوقتي بدأت ان انا اجيب الزبدة بتاعتي وسيحتها، وهبدأ ان انا اسقي الجلاش معايا كويس جدا. اي زيادة في السمنة او الزبدة بتاعتك هتتبقى عادي، هتصفيها عادي جدا، مفيش اي مشكلة. المهم ان انت تسقيه كويس جدا علشان يطلع مورق من جوه وما يبقاش معجن. وكمان ما تعليش النار عليه، خليه النار بتاعته تبقى هادية علشان يستوي معاكي من جوه كويس جدا. دلوقتي هبدأ ان انا ادخلهم على الفرن، ودخلتهم. وبعد كده اول ما لقيت القعر بدأ ياخد اللون الذهبي الحلو ده، طلعت وبدأت ان انا اقلبهم كلهم، ودخلتهم الفرن تاني. واول ما طلعوا معايا باللون الجميل ده، طبعا وشها زي ظهرها بالظبط، بصوا كده. بعد كده هبدأ بقى ان انا اجيب الشربات بتاعي اللي هو بارد طبعا وهي سخنة جدا، وهبدأ ان انا اسقيها. بعد ما سقيتهم كلهم كده تقدري تقدميهم على كده من غير اي حاجة غير رشة سوداني او رشة فستق او لوز، اي مكسرات عندك، وممكن كمان جوز هند. انا بقى حبيت ان انا ادلعها شوية. جبت نوتيلا وحطيتها في كيس حلويات كده، وبدأت ان انا اعمل بيها وردات. وكمان هزين الوسطانية دي بسوداني، وهحط عليها كده شوكولات ابيض يكسر بس اللون بتاعها. وهحط الناحية التانية وهعمل تاني كريز بالكريز. بصوا، سهلة وجميلة جدا جدا، مخدتش معانا وقت بجد، وعمايلها سهل، مش مكلفة ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت ما وقفتيش كتير في المطبخ. وكل سنة وانتوا طيبين. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك للقناة، وفعلوا الجرس بقى على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا بعمله. واستنوني في فيديو جديد من حلويات رمضان. وكل سنة وانتوا طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب.